طقس بارد ممطر غير مستقر، ثلوج أيضا مرتقبة على القمم الجبلية الشرقية وحتى الوسطى وحتى الغربية. تخيل نفسك جالسا أمام التلفاز في ليلة شتوية باردة، تفتح الشاشة ويظهر وجه مألوف بابتسامته الهادئة وحضوره القوي يصف الطقس بلغة سليمة واضحة وبأسلوب جعل منه أيقونة النشرات الجوية في الجزائر. إنه رابح ميسوم، وأشهر من قدم نشرات الأحوال الجوية منذ أن بدأ مسيرته الإعلامية في التلفزيون العمومي خلال فترة التسعينات. سرعان ما أصبح اسمه مرتبطا بالطقس وبالأيام الباردة والممطرة وحتى بأمسيات الصيف الحر. كان حضوره مميزا، وصوته الواثق جعل المشاهدين ينتظرون نشرته باهتمام، ليس فقط لمعرفة حالة الطقس بل للاستمتاع بأسلوبه الفريد. رابح ميسوم لم يكن مجرد مقدم يقرأ درجات الحرارة، بل كان حكاية يومية، جزءا من تفاصيل كل بيت. تراه على الشاشة وهو يحك يديه قائلا عبارته الشهيرة: جو بارد. عبارة بسيطة لكنها صارت مثل أيقونة خاصة به يردها الناس في الشارع والبيت كلما حل البرد. حتى حركته الشهيرة في نهاية النشرة وهو يقول: سهرة ممتعة مع بقية البرامج وإلى اللقاء، بقيت راسخة في ذاكرة الجزائريين. السنوات مرت وتغيرت القنوات والبرامج، لكن صورة رابح ميسوم لم تختفي من وجدان الناس. فبعد تجربته الطويلة في التلفزيون العمومي، واصل مشواره في القنوات الخاصة، واليوم يطل عبر قناة الاقتصادية الأولى، محافظا على نفس الحضور القوي ونفس اللغة السليمة التي ميزته منذ البداية. بل وأكثر من ذلك، أصبح حاضرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك المتابعين تحديثاته حول حالة الطقس، ويتفاعل مع الجمهور الذي يعتبره جزءا من العائلة. لكن يبقى السؤال الذي يتردد في أذهان الكثيرين: كيف أصبح رابح اليوم؟ هل لا يزال بنفس الحيوية التي عرفناه بها؟ هل تغيرت ملامحه بعد كل هذه السنوات؟ أم أنه ما زال بنفس البساطة والابتسامة التي رافقت نشراته الأولى؟ الجمهور الجزائري لا يرى في رابح ميسوم مجرد إعلامي، بل صديقا قديما عاش معهم أجمل اللحظات. شخصا يذكرهم بسنوات مضت، بأيام الطفولة والشباب، بليالي الشتاء حين كانوا يجتمعون حول التلفاز ليستمعوا إلى صوته ويضحكوا على حركاته العفوية. ورغم مرور الزمن، بقي رابح ميسوم وفيا لرسالته، وفيا لعمله، وفيا لجمهوره. واليوم حين نراه من جديد على الشاشة، لا يسعنا إلا أن نتساءل بإعجاب وحنين: هل هناك من سيخلفه ويحمل مكانته؟ أم أن اسم رابح ميسوم سيبقى خالدا في ذاكرة الجزائريين كأيقونة الطقس الأولى بلا منازع؟ بدأ مسيرته الإعلامية في التلفزيون العمومي خلال فترة التسعينات، حيث تعرف عليه الجزائريون لأول مرة. ومنذ ذلك الحين صار صوته وصورته جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية. ومع مرور السنوات انتقل إلى القنوات الخاصة، لكنه لم يفقد بريقه ولا حب الجمهور له. ما يميز رابح ميسوم ليس فقط خبرته ولا حضوره، بل أيضا علاماته الفريدة التي بقيت راسخة في ذاكرة المشاهدين. أما لقطته الختامية فهي لا زالت تتردد في أذهان محبيه: سهرة ممتعة مع بقية البرامج، وإلى اللقاء، نجوم ساطعة. واليوم يواصل رابح ميسوم تقديم نشرات الطقس على قناة الاقتصادية الأولى، ويحافظ على تواصله الدائم مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم تحديثات الطقس وأحوال السماء. رابح ميسوم ليس مجرد مقدم نشرات، بل ذاكرة حية ورفيق يومي للجزائريين، واسم سيبقى حاضرا في قلوب محبيه كلما تغير الطقس وتغيرت الفصول. ومهما تغيرت الأيام وتبدلت الوجوه على شاشات التلفاز، يبقى اسم رابح ميسوم حاضرا في قلوب الجزائريين. هو ليس مجرد مقدم نشرات، بل هو قطعة من الذاكرة الجماعية. شخص ارتبط اسمه بالطقس وبالفصول وبالحياة اليومية. كم من مرة رد الناس عبارته الشهيرة: جو بارد، في بيوتهم ومدارسهم وشوارعهم. وكم من مرة ابتسموا وهم يسمعونه يختم النشرة بسهرة ممتعة مع بقية البرامج وإلى اللقاء، كأنها موسيقى وداعية تعلن نهاية يوم وبداية ليلة جديدة. لقد مرت السنوات وتغير الإعلام، وظهر جيل جديد من المذيعين والمقدمين.
لكن قليلين فقط استطاعوا أن يتركوا الأثر نفسه الذي تركه رابح ميسوم، لأنه لم يكن مجرد موظف يقرأ نشرة، بل كان روحا تضفي الدفء حتى على أكثر الأيام بردا. كان قريبا من الناس، بسيطا، صادقا، لا يكلف نفسه تكلفا ولا يتصنع لغة بعيدة عن الجمهور. وهذا هو السر الذي جعله يظل راسخا في قلوبهم. اليوم ونحن نراه ما زال يقدم نشرات الطقس عبر قناة الاقتصادية الأولى، لا يسعنا إلا أن نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: ماذا يعني أن يستمر إعلامي في مسيرته لعقود طويلة دون أن يفقد حب الناس؟ ماذا يعني أن يبقى اسمه مرتبطا بالذاكرة رغم تعاقب الأجيال؟ إنه ببساطة دليل على أن الحب الصادق يترك أثرا لا يزول، وأن من يخدم الناس بإخلاص يبقى خالدا في قلوبهم مهما تغيرت الظروف. قد يتساءل البعض: كيف أصبح رابح ميسوم اليوم؟ الإجابة قد لا تكون في مظهره الخارجي ولا في سنوات عمره، بل في تلك العلاقة التي نسجها مع جمهوره. علاقة امتدت من شاشة التلفاز إلى داخل البيوت، ومن نشرات الطقس إلى تفاصيل الحياة اليومية. إنه يعيش في ذاكرة كل جزائري تابع نشراته، وفي ضحكة كل طفل كان يقلده، وفي حنين كل شاب يتذكر طفولته مع صوته وصورته. وفي النهاية يمكننا أن نقول بكل ثقة إن رابح ميسوم لم يكن يوما مجرد مقدم طقس، بل كان رمزا للبساطة، للصدق، وللإعلام الذي يخاطب القلب قبل العقل. وربما بعد سنوات طويلة، حين يتذكر الجيل القادم أسماء الإعلاميين الذين صنعوا تاريخ الشاشة الجزائرية، سيبقى اسمه يسطع بينهم مثل نجم لا ينطفئ. فإلى اليوم، وإلى الغد، وإلى كل زمن قادم، سيظل رابح ميسوم أيقونة الطقس الأولى في الجزائر، وسيبقى صوته وابتسامته محفورين في ذاكرة كل من عرفه أو شاهد نشرة قدمها يوما ما. هنا مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. ابقوا معنا وقت ممتعة مع بقية البرامج.